قررت افتح لكم قلبي واقول لكم ايه السبب اللي وصل البيت للمرحله البشعه اللي انتوا شايفينها دي. ومش هتكسف منكم ولا اي حاجه، لان انتوا بجد اكتر ناس في الدنيا استحملتوني، واكتر ناس في الدنيا نصحتوني، واكتر ناس في الدنيا تعبتوا معايا. فمن حقي، يعني من حقكم عليا ان انا اصارحكم بكل حاجه، وهقول لكم ان شاء الله باذن الله في الفيديو ده ايه اللي وصل الدنيا للمرحله اللي انتوا شايفينها دي. علشان يعني مش هقول علشان تعذروني، هو انا ماليش عذر، ماليش حجه حقيقي، ماليش حجه بعد ما قريت الكومنتات الكتير قوي اللي كل الناس كاتبه فيها احنا لو بنحبي، احنا لو مشلولين، احنا لو متكسحين مش هنسيب الدنيا بالمنظر ده، احنا مش هنسيب مطبخنا بالمنظر ده. فواجب عليا ان انا هقول لكم كل حاجه، مش علشان ابرئ نفسي، بالعكس انا ماليش حجه اصلا، ماليش حجه ولا ليا عذر خالص للمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بس هقول كل حاجه، هقول علشان حاسه بجبل على قلبي، وحاسه بحجر محطوط على قلبي، وحاسه بتقل على قلبي. يمكن لعل وعسى تقدروا تفيدوني. طبعا مبدئيا كده انتوا عارفين الفيديوهات بتاعتي ما بيبقاش مجرد تضييع وقت وخلاص، لا احنا برضو بنشتغل في الفيديوهات وبنغسل وبننظف كل حاجه، وبنرغي مع بعض، يعني ايه قعده ستات كده مع بعض. لكن مش اللي هو مثلا هضيع وقتكم بقى وخلاص، لا هتلاقوني برضو بشتغل في الفيديو. ماشي. هنا بقى زي ما انتم شايفين الحال صعب جدا. ولو تلاحظوا الناس اللي بتقولي مطبخك على طول كده وانت مش عارف ايه، ماشي، ما انا كل يوم بعمل برضو، بس مش بحوق فيه، مش بينضف فيه. فلما بلاقي الدنيا بقى بتتراكم، حطي بس لايك الاول للفيديو لو انت بقى عايزه تعرفي كل الاسرار. كل اسرار القرف اللي انتوا شايفينه ده، وكل الاسرار اللي وصلت الدنيا للمنظر ده. حطي لايك للفيديو لو سمحتي، واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. ماليش عين، انا عارفه ان انا اقول لك اشتركي والحاجات دي، بس انا بتكلم مع الخمسه سته اللي بيحبوني، اللي دايما معايا يعني. والله بجد انتوا على راسي من فوق، يعني اثبتوا حضوركم كده وقولوا ان احنا من الخمسه سته اللي بنحبك ومعاكي، يعني سايرين معاكي قدما. المهم طبعا للاسف الشديد كلكم نصحتوني ان في واحده تيجي تساعدك وتاخد اللي تاخده. ماشي. هي في الاول انا كنت مشكلتي معاها، مع الست اللي تيجي تساعدني، كانت مشكلتي الاول مشكله فلوس. بس لما قعدت فكرت مع نفسي كده، لقيت ان المشكله مشكلتين. مشكله فلوس، ان هي هتاخد مبلغ وقدره علشان تنظف لي البيت، وانا معاها طبعا، هيبقى ايدي بايدها، هي مش هتنظف وانا اقعد على رجل على رجل واتفرج عليها، لا، احنا الاتنين هنبقى شغالين مع بعض، فهتاخد مبلغ كبير. وفي نفس الوقت هتطلع اسراري بره، ده مش هتسكت. كل ما تروح عند حد تقعد بقى تتكلم وتقول ده انا رحت عند فلانه ومطبخها كان كذا وبيتها كان فيه تراب كذا، ولا عنكبوت عامل كذا، والبوتاجاز بتاعها صعب. طب وانا ليه لا ما دخلش حد غريب بيتي؟ ماشي. يعني هتقولوا لي طب ما العالم كله بيتفرج عليكي، لا انتوا حبايبي واخواتي ويعني مش هتتكلموا عليا، انا عارفه، انا واثقه فيكم. طيب يلا بطلي لوكلوك كتير بقى، وقولي لنا ايه اللي وصل الدنيا عندك للمرحله دي. بصي يا ستي، مكسوفه طبعا وانا بقول لكم، والله العظيم محرجه جدا، بس انا بقول بتهيألي ان هو ده السبب برضو، ولو اني مش متاكده، لان انا عارفه ان انتوا كلكم دلوقتي هتقولوا لي ما احنا كلنا بنعمل كده ومع ذلك مش مقصرين ومش عارف ايه. بصوا، اول هام اللي وصل المرحله اللي انتوا عارفينها دي او اللي انتوا شايفينها دي، التراكم. هي تراكمت خلاص، هي الحاجه خلاص اتراكمت عليا، فاصبح بالتالي ان انا مش عارفه ابدا ازاي، مش عارفه ابدا منين. فانتوا هتلاقوني دلوقتي بعمل ايه؟ بفضي المواعين علشان اغسل المواعين. طب وماشي، وماذا بعد غسيل المواعين؟ طب ماشي خلاص غسلنا المواعين، طب ما في حاجات تانية اهم من المواعين، في بوتاجاز عايز يغسل، في حيطان عايزه تتنضف، في تلاجة عايزه تتعمل، في ارضيه عايزه تتنضف، في ارفف وظرف عايزه تطلع وتتنضف وتتمسح وتتلمع والحاجه تترص تاني. في ده كل ده مطبخ فقط، وحده من كذا وحده في البيت، في اوض عايزه تتعمل، وفي اوض، في حيطان عايزه تتغسل، وفي سجاد عاوز يتعمل. وانا تعبت وانا برص لكم، بس ما بالكم بقى ان انا مطلوب مني اعمل كل ده. يعني انا وانا برص لكم كده مجموعه المهام المفروض انا اعملها، تعبت، نهكت من الكلام، فما بالكم بقى الفعل، ان انا لازم بقى اعمل كل الكلام اللي انا بقول لكم عليه ده. فاول حاجه ان الشغل تراكم عليا، مش هكذب عليكم، الشغل تراكم عليا واصبح ان الموضوع صعب، مش عارفه الم الدنيا. استغفر الله العظيم يا رب. لا مؤاخذه يا ولاد، جوزي كان بيتصل بيا قال لي بعتي لها. المهم الحاجات تراكمت عليا وخلاص اصبح الموضوع صعب السيطره عليه. تاني هام ان الصحه ما بقتش زي الاول، صحتي مش قادره بجد. انا نفسي يا جماعه في واحده
تبقى مقيمة معايا تعملي شغل البيت. انا بجد الناس اللي هي الستات بسم الله ما شاء الله اللي عندهم يعني مساعدة في البيت بتساعدهم، موجودة مقيمة او بلاش مقيمة، تيجي لهم طول النهار وتمشي بالليل مثلا. الله، بجد بسم الله ما شاء الله، يا بختيكوا بجد. يعني جميل، شيء جميل قوي ان يبقى في، بالذات بقى لما الواحدة يعني تكون خلاص بقى صحتها على قدها وما بقتش قادرة زي الاول، ومفيش صحة والشغل كتير، والعيال لسه برضو موجودين ربنا يبارك فيهم، محدش فيهم لسه اتجوز. فيعني عيلة، أسرة، احنا أسرة مش هقول كبيرة عشان في أسر بتبقى بال 12 وال 13 فرد، احنا أسرة متوسطة. فأنا لا، نفسي قوي ان انا يبقى في عندي في البيت واحدة تساعدني. تخيلوا بقى هي مثلا نعمل اكل سوا، تغسل معايا المواعين، بعد ما ناكل تكنس وتلم معايا. الله، جميل، شيء جميل ان يبقى معاكي ايد تانية في البيت كده، حاجة جميلة قوي. هتقولي لي عيالك، اقول لك عيالي زي معظم العيال، ما بصوا، ما بحبش اجي عليهم، ما بحبش اتعبهم، ما بحب يعني، هم كفايه عليهم المدارس والدروس والدنيا، ما بحبش بصراحه. يعني خليهم يعني يفتكروا لي كده ذكرى حلوه ان ماما ما كانتش مبهدلانا، ماما ما كانتش مرمطانه في شغل البيت. عارفه ان انتوا هتقولي لي طب ما هي هتنفع نفسها لما تتمرمط معاك ومش عارف ايه، بس لا معلش، هم كده كده شاطرين وبيعرفوا يعملوا كل حاجه، فلما هيتجوزوا ما تقلقوش عليهم، بالعكس هم اشطر مني بسم الله ما شاء الله بمراحل، بس انا يعني ايه، مريحهم، مش بحب اتعبهم بصراحه، لان ده شغلي انا ودي مسؤوليتي انا. طيب تالت هم بقى، تالت هام اللي مخلي الدنيا بايظه مني كده، وده اهم حاجه وانا مكسوفه اصلا وانا بقول لكم، النت يا جماعه. النت، تحس ان الواحد من كتر الحاجات اللي عليه بيهرب من الواقع، ان هو ماسك التليفون، بفضل ماسكه التليفون ومبحلقه فيه، من الواتس للفيسبوك اللي مش عارف ايه لليوتيوب خلاص تلاقي الساعات بتجر بعضيها. وبصي والواحد بقى تلاقيه بيتفنن كده في تضييع الوقت، بدل ما انا اقعد بالساعات على التليفون، طب ما اقوم اشوف اللي ورايا. لا، ما بقومش اشوف اللي ورايا عشان اللي ورايا كتير قوي، اللي ورايا مش حاجه سهله وبسيطه اقوم اعملها في 10 دقايق ولا ربع ساعه ولا حتى ساعه واقعد. لا، ده انا عارفه ان هو هيتعمل في ساعات وشغل تقيل ومتعب، فلا، مش عايزه اعمل حاجه. سبحان الله، النفس بتميل للراحه. على راي واحده اسمها ريم بنتي، والله العظيم كانت في الاجازه اقول لها يا ريم قومي اعملي، ساعديني، حرام عليكي، مش عارف ايه، تقول لي يا ماما النفس تميل الى الراحه. فقلت لها طب ما انا التانية يا بنتي نفسي تميل الى الراحه. قالت لي ما اعرفش، ريح نفسك. قالت لي ارتاحي. ومن ساعتها وانا بسمع كلامها اديني مريحه نفسي على الاخر. فعلا النفس بتميل للراحه. بس برضو النفس تميل للنظافة، وتميل للشكل الحلو، وتميل ان البيت يبقى منظم كده وجميل. وبرضو الواحد ما يبقاش حاجة حلوة ويبقى في نص هدومه، ان لما يجيلك ضيف يلاقي مطبخك بالمنظر ده، يلاقي بيتك بالمنظر ده، تبقي قاعدة اصلا مكسوفة في نص هدومك. طب لا، ما الواحد يتعب شوية يا جماعة، بس يلم دنيته ويلم بيته ويلم حاله. بس دي الاسرار يا جماعه الثلاثه. وبالذات السر الثالث ده انا كنت محرجه جدا اقول لكم عليه، ان هو فعلا النت يا جماعه. النت ده يعني المفروض الواحد، يعني انا بلاش انتوا، المفروض انا اول ما اصحى من النوم افصل خالص الفيشه بتاعه النت، واعمل التليفون بتاعي يعني الغي من عليه الواي فاي خالص، ما يبقاش متصل بالنت خالص، واقوم بقى اشوف حالي واشوف مصالحي واشوف دنيتي. ده المفروض اللي يحصل. وبعد ما اخلص بقى شغلي واعمل الاكل للعيال واعمل شغل بيتي واعمل لهم الحلويات بتاعتهم والمعجنات الحلوه والحاجات اللي انا شاطره على فكره، يعني اللهم يعني اعوذ بالله من كلمه انا شاطره في الحلويات وشاطره في المعجنات، وبعرف اعمل اكل حلو قوي، بس ما عنديش وقت. ما عندكيش وقت يعني بتعملي ايه؟ ما عنديش وقت من كتر ما انت، اصل بصي اقول لك على حاجه، انت مستحيل هيبقى عندك كل الشغل ده وكل التراكمات دي وهيبقى عندك مزاج ولا عندك وقت ان انت تقومي تعملي لعيالك حلويات ولا تقومي تعملي لهم معجنات. الحاجات دي بتبقى عايزه مكان فاضي، مكان رايق، بال فاضي، بال رايق، والبيت نظيف والدنيا حواليك نظيفه، فتقومي بقى تبدعي بقى، تقومي تبدعي بقى. انا بصوا، انا عايزه اقول لكم انا شاطره جدا الحمد لله في المعجنات باختلاف الوانها ما عدا البيتزا البيتزا، بصي البيتزا انا شاطره فيها وكل حاجه، بس بتبقى عايزه مصاريف بقى، وبتبقى عايزه حاجات تحطيها على الوش كده، وانا بستخسر بصراحه، لكن هي بتبقى جميله وحلوه وكل حاجه.
وبعمل برضو القرص والكحك والبسكوت والحاجات بتاعه العيد والبيتيفور والغريبه والحاجات دي بتبقى تحفه في منتهى الجمال كده. وكل حاجه الحمد لله يا رب بعملها حلوه، واكل حلو، اكلي المحشي بتاعي بيبقى حلو. صينيه الرقاق، بعمل صينيه رقاق خطيره، بعمل خبره بقى، تحس ان اديني مليون سنه في المطبخ، فالواحد بيعمل اكل حلو. بس ما بعملش. ليه ما بعملش؟ عشان المطبخ مش حلو. تلاقوني ايه بعمل ايه بقى؟ شويه رز، شويه طبيخ جنبيهم، وخلاص على كده، والم دنيتي والم ليلتي. علشان ايه كنت اقول لكم؟ عشان ايه؟ علشان اخلص حاجه سريعه بقى وفي السريع وخلاص، عشان ما فيش بال رايق، وما فيش المطبخ مش حلو والدنيا مش رايقه والمواعين مش نظيفه اصلا اللي انا اعمل فيها الحاجات دي. فبستسهل كده وبعمل لهم اي اكل وخلاص. فانا مش حابه كده، مش عايزه كده. نفسي ارجع زي الاول. كنت بقعد بصوا ببهر عيالي كده بالحاجات اللي بعملها. والحمد لله عيالي، بنتي ريم طالعه برضو زي في الحاجات دي، بتعمل معجنات رهيبه. الناس اللي كانت متابعاني من زمان قوي اكيد كانت بتشوف الحاجات دي. بتعمل معجنات وحلويات وحاجات زي كده رهيبه، عشان بس ما حدش يقعد يقول لي علمي عيالك وهينفع. هم بيعرفوا، بس رنا لا، رنا ملهاش في المطبخ خالص، ما بتعرفش تعمل حاجه. يعني هي كبيرها تسلق بيض، تقلي بيض، تعمل اندومي، مكرونه، الحاجات البسيطه دي. لكن في التنظيف شاطره، ما شاء الله عليها، شطوره في التنظيف. وريم شطوره في التنظيف وفي الاكل، بس ما بيعمل. بس انا من كتر ما انا خلاص، لا ما تعملوش ما تعملوش خلاص، ما ريحوا نفسكم خلاص. هم ما بقوش يحبوا، بس هم بيعرفوا، عشان ما حدش يقول لي عيالك هيبقوا خيبانين لا، هم مش خيبانين، بالعكس بالعكس، بسم الله ما شاء الله عليهم. يعني رنا دي برضو شويه كده في الاجازه، هي في ثالثه اعدادي، في اجازه ثالثه اعدادي، عشان هي بقى عليها شهاده السنه دي، ويعني مش هتبقى فاضيه خالص. احنا بقى في الترم الثاني، وما شاء الله هي نجحت في الترم الاولاني، باركلها بقى في الكومنتات، وجابت مجموع حلو، نقصت عن المجموع الكلي 16 درجه. تقولي لي ايه ده نقصت 16 درجه وكده حلو؟ بصوا يا جماعه، عيالي في الازهر، والازهر مواده كتير، فهي ناقصه في كل ماده بمعدل، هي عندها بتاع 16 ماده، ناقصه في كل ماده بمعدل درجه في كل ماده، ماشي. فحلو، انا بالنسبه لي كده يعني انجاز والله العظيم. لان هو الازهر دايما بالذات في الشهادات بيبقى في التصحيح بيبقى بيظلم العيال جدا. يعني انا ريم بنتي دي المفروض والله العظيم كانت تجيب في الثانويه فوق 96%، فوق 97%، جابت 90. رنا كذلك الامر زي ما بقول لكم. في الشهادات بالذات مش عارفه، احس ان هم بيظلموا في التعليم والله العظيم، ما اعرفش. فما بيديش للعيل حقه. لكن في العام انا شايفه بسم الله ما شاء الله العيال كلهم جايبين الدرجات النهائيه بتوع ثالثه اعدادي، بيبقوا ناقصين درجه، جاي مقفلين الدرجه النهائيه، ناقصين درجتين او كده. ليه؟ لان بيبقى مش بقلل منهم والله، عارفه ان التعليم كله صعب سواء في العام او في الازهر، بس في العام بيبقوا منصفين، بيعلموا كده يعني، ما بيظلموش العيال من الاخر. عايزه يا احمد تستحمى دلوقتي؟ طيب خد بنطلون تحت البنطلون، ما تلبسليش بنطلون واحد الجو تلج، بقول لك اهو. خده لو لبست بنطلون واحد هخليك تغير وتلبس تاني. الجو ساقع جدا، وبالليل بيسقع اكتر. البس بنطلونين. اسمع الكلام بقى، اسمع الكلام وما تتعبش قلبي معاك. ده جميل بيدفي وحلو، فرو كده وحلو، والله بيدفي جدا. البسه. فبس يا جماعه خلص الكلام يعني، وهتلاقوني بقى عماله نلف حوالين نفسي، لان انا خلاص نويت بقى اغسل المواعين. عندي شويه مواعين كده محترمين، اوريكم منظرهم دلوقتي، حاجه كده جميله قوي، حاجه عسل قوي بصراحه. ايه ده؟ ايه المنظر اللي انا فيه ده؟ وايه الدنيا اللي انا فيها دي؟ والله بجد ربنا يعيننا ويقوينا ويعيننا ويقوينا. هنعمل ايه طيب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفرك ربي وأتوب إليك. هو أنا مش عارفة، ملاحظة إن في ناس كتير قوي في الفترة الأخيرة دي بيطلعوا عمرة، فبشوفهم في العمرة حاطين مكياج. مش عارفة إيه اللي خلاني فتحت الكلام ده، بس لسه شايفة من شوية صورة لواحدة بتعمل عمرة على اليوتيوب وحاطة روج. إزاي؟ ومتصورة تقريبا وراها الكعبة، وينفع؟ مش عارفة. بحس إن إحنا في زمن صعب قوي، زمن غريب، والناس بقت يعني بتعمل حاجات غريبة وعجيبة. يعني خلاص ما حبكتش، يعني دي في مكان واللي انت فيه ده مش هيتعوض. خلاص مش قادرة تستغني عن المكياج الاسبوعين اللي انت بتعملي عمرة فيهم.
لا بجد مش قصدي والله العظيم ان انا اعقب على حد، بس مش عارفه ايه اللي خلاني فتحت الموضوع ده، مع انه الموضوع ده ملوش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه خالص. بس لفت نظري الست وراها الكعبه، او واقفه متصوره وراها الكعبه وحاطه مكياج وروج فوشيا كده صارخ. هو عادي؟ مش عارفه. المهم يعني ما علينا، خلونا في قولي لي يعني اعملي انت زيها، خليكي بس في البلوه السوداء اللي انت فيها دي. اه والله العظيم ده انا في مصيبه مش في بلوه. يا ريتها تيجي على الناس اللي حاطه روج، يا ريتها كانت جت على كده. ايه اللي انا فيه ده؟ ايه المنظر اللي انا شايفه؟ ايه يا ستار يا رب، ايه ده؟ شايفين مواعين جبل، جبل مطلوب مني ان انا اقعد اغسل واغسل واغسل وادعك وادعك واغسل وانضف. في واحده بتقول لي انت المواعين بتاعتك بتبقى نظيفه، اقسم بالله يا حبيبه قلبي مستحيل مستحيل كده، من رابع المستحيلات ان انا اطلع مواعين نظيفه من الضرفه واحطها على الحوض. هي بصي بقى ما بتبقاش نظيفه، بتبقى مثلا يعني مصفى مثلا انا سلقت فيها المكرونه وصفيتها فبروح حطها مع المواعين، مصفى غسلت فيها خضره كده، فهي بتبقى قدامك نظيفه. الصينيه كنت عامله فيها محشي وحاطه فيها المحشي بس لازم تتغسل تاني، ما ينفعش اشطفها واحطها تاني، ما اعرفش اشطفها واروح مرجعها مكانها تاني. فانت بتبقى مفكره ان هي الحاجه نظيفه، لكن اقسم بالله عمري ما اخد حاجه كده من الضرفه عشان اكتر. ما اتجننتش يا جماعه لسه، ده كده اسمه جنان رسمي. اللي تعمل حاجه زي كده يبقى انا مجنونه رسمي، لان انا مش ناقصه. هو انا ناقصه مواعين؟ فلا لا 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 خالص، ريحي نفسك من الفكرة دي، وفكرة مش صح خالص ان انا اجيب مواعين نظيفة واغسلها او احطها في قلب لا، ما حصلش ولا عمره هيحصل. يعني ده انا ما بصدق اغسل كده واشيل من عليا الهم ده. يلا يا ولاد، سلام عليكم.